سنة 1917 كان صيت سيد درويش ملا اسكندرية فعلا، وألحانه كانت بدأت تنتشر بشكل كبير ما بين الناس. ومن بين الألحان دي كانت زوروني كل سنة مرة، واللي أعجب بيها جورج أبيض جدا. وللي ما يعرفش جورج أبيض، فالفنان العظيم ده كان من رواد المسرح المصري، وكان بيمتلك فرقة من أهم الفرق المسرحية في الوقت ده. والفرقة دي طلعت كتير من الفنانين اللي بقوا بالنسبة لنا دلوقتي النجوم الكلاسيكيين للسينما المصرية. بتقول بعض المصادر إن جورج أبيض وفرقته كانوا في اسكندرية سنة 1917، وهناك سمع سيد درويش وهو بيغني زوروني كل سنة مرة على قهوة من قهاوي المينا. وقدر جورج أبيض يقنع سيد درويش إنه يلقن الأغنية دي للمطرب حامد مرسي عشان يغنيها ما بين فصول مسرحية كان بتعرضها فرقته في اسكندرية في الوقت ده. ومن اسكندرية اتنقلت الأغنية مع جورج أبيض وفرقته على القاهرة، وهناك حققت نجاح كبير جدا خلاه يبعت دعوة لسيد درويش عشان يسافر القاهرة ويشتغل معاه ويلحن له مسرحية فيروز شاه، أول مسرحية ملحنة لفرقة جورج أبيض. على حسب المصادر اتعرضت مسرحية فيروز شاه في 1918، وللأسف برضو ما نجحتش النجاح المطلوب، ويمكن ده يكون لأسباب كتير. أولها إن أسلوب سيد درويش الثوري في التلحين ما كانتش ودن الناس لسه متعودة عليه، وكمان جمهور فرقة جورج أبيض ما كانش متعود على النوع ده من المسرحيات. بس رغم إن المسرحية ما نجحتش، إلا إن العروض اللي وصلت لسيد درويش من فرق تانية كانت بدأت تكتر. وهنا بدأت التجربة السرية لسيد درويش مع المسرح الغنائي، وخصوصاً مع فرقة نجيب الريحاني.